ضيفنا النهارده شخصية جميلة جدا، مش بس لأنه مهندس ديكور ناجح، لا لأنه كمان شخصية ملهمة لكتير من الشباب. عبد الغفور البرعي يعني. النهارده هنستفيد منه كتير جدا جدا، وأتمنى إن الحلقة تكون خفيفة على قلبكم. منورني يا هندسة. ميرسي، عاملة ايه؟ الحمد لله اخبارك؟ بخير. ربنا يخليك. سؤال ملح عليا أنا شخصيا بصراحة. بسرعة كده. على طول. على طول من غير على مقدمات. مصر كلها. ليه دايما الكوميكس كلها على المهندسين ان الايجو بتاعهم عالي م- لدرجة ان في واحد اتشهر في جروب انه اتقدم لبنت: انت ازاي ترفضيني، انا مهندس افهم. اه هو ليه؟ هو مش كل المهندسين يعني، بس هو نسبة كبيرة فعلا. وهو أكتر اللي تخصصهم هندسة أو خريجي كلية هندسة. احنا عندنا مثلا في قسمين، في ناس بتخرج هندسة وفنون جميلة. أنا ايوه. تبع جزء فنون جميلة. فالجزء بتاع هندسة هو ممكن الحتة دي شوية عندهم أكتر. يعني الإيجو عندهم ممكن الايجو يبقى عالي عالي كتير. شوية بسبب يعني الدراسة واختلاف الدراسة وإن هي وصعوبتها والكلام ده كله. فتفكير الشخص يعني بيبقى في حتة تانية، فده حاسس ان هو بيخلي عالي. عنده انطباع إن هو يعني إيه، ليه مناظير أعلى من الناس التانية. انا بقول كده. فهي بتيجي من هنا، يعني بتبقى تكوين في الشخصية ذات نفسها. طب وحضرتك بقى شايف ان الهندسة بالنسبة لك كانت حلم متحقق ولا قدر؟ لا خالص، أنا أصلا كنت عايز أطلع ضابط. طب وايه اللي حصل؟ ما كانتش حلم بالنسبة لي خالص، لأ، كان أصلًا أنا كنت عايز أطلع ضابط. بس أنا يعني أنا بادئ من الصفر زي ما بيقولوا، من تحت خالص. ما كانش الموضوع مترتب له إن أنا هاخش في المجال بالشكل ده، أو إن أنا يعني هابقى كده. بدأت من وأنا في الدراسة كنت باشتغل. اشتغلت حاجات كتير، بس معظمها كان ليها علاقة بالمعمار. يعني اشتغلت حاجات كتير بإيدي كان أكترها ليها علاقة بالمعمار. من هنا بدأت أجمّع خبرات. اه. بدأت آخد كل مجال مثلًا باخش أشتغل فيه، باجمّع منه خبرات، باجمّع خبرات، باجمّع خبرات. فالموضوع عجبني في التغيُّر. إن تمام. أنا شخصيتي من الناس اللي ما باحبش الثوابت وما باحبش الروتين. مفهوم. يعني مش من النوع اللي هو الموظف هانزل الساعة 06:00 أروح الشغل وارجع الساعة ايوه ايوه. 15:00 والجو ده، لأ، مش بتاع الكلام ده. أنا كل يوم في حتة زي الفل بالنسبة لي، مبسوط. طب ليه اخترت قسم ديكور تحديدا؟ هو الديكور فيه تنوع، ان الديكور عامة كل شوية بيتجدد. مفيش حاجة بتبقى ثابتة خالص في الديكور، الا حاجات معينة بسيطة خالص هي اللي ممكن نعتمدها كثوابت. بقية الموضوع كله متغير. حتى الماتيريالز نفسها اللي بنستخدمها بتقعد مثلا سنويا، او ممكن دلوقتي حاليا ممكن كل 6 شهور ماتيريال جديد بينزل بشكل مختلف. الاختلاف ده في حد ذاته بالنسبة لي مناسب لشخصيتي، ان انا بقدر طبعا. اتعامل تتعامل مع الموضوع. مع الامور دي بتغير. فالموضوع انا مناسب ليا. طب انا عرفت ان حضرتك يعني ما شاء الله دلوقتي عندك فرعين لشركة حضرتك. تمام. امتى حسيت اكيد الموضوع ده وراه مجهود جبار؟ فالمجهود ده إمم. اللي اتعمل ده عشان تقدر النهارده تقعد وتقول انا عندي شركة ليها فرعين في القاهرة واسكندرية، مظبوط؟ مضبوط. ايه اكبر تحدي واجهك عشان النهارده تقول انا عندي شركة؟ لأ، الموضوع صعب جدًا. ما كانش سهل. كانت رحلة الصراحة، كانت صعبة. اكيد. أنا بدأت أول مكان فتحته ما كانش بتاعي لوحدي، كنت مشارك ناس. قعدنا تقريبًا شهر ما فيش شغل خالص، قفلنا. بعد ما قفلنا رُحت اشتغلت. يعني كنت باشتغل، بس ما كنتش باشتغل متكامل، كنت باشتغل بنود. يعني باخد مثلًا عميل باخد منه بند، بندين، بند، بندين، 3، مش باخد A to Z، مفهوم. ايوه. باخد بنود معيّنة. وكان بقى حابب أفتح شركة عشان أبدأ آخد الشغل بقى متكامل وكده، وأكبّر شغلي يعني. فأول مكتب فتحته قعدنا شهر ما اشتغلناش. كان من وجهة نظري إن المكان اللي كنا مختارينه للشغل كان مش صح. فصححت نفسي، ويعني أخدت مكان تاني برضه كان شركة مع ناس، وقعدنا 3 شهور ما بنشتغلش. انتوا بادئين على طول. لا، لا، ده فعليًا يعني. بس خلاص. في المكان التاني بقى كان في استعداد إن إحنا نصبر. مظبوط. في طب المكان الأول ما كانش فيه الإمكانية دي. فقعدنا 3 شهور بالفعل ما كانش فيه شغل. كنا معتمدين على الدخل اللي أنا بادخّله من شغلي اللي هو أصلًا بنود. يعني كنت شغال في شغلي اللي هو الطبيعي، مظبوط. بس كشغل بقى مكتب وشركة وإن أنا ييجي لي عُملا على الشركة وكده، ما كانش موجود. بدأت بقى يعني ربنا كرمني بأول شغل جالي الحمد لله. في المكتب، وبدأت إن أنا يعني اشتغلت فيه الحمد لله. وكان أول موقع اشتغلته خسرت فيه 25,000 جنيه. انا مستنيه تقولي بقى كسبت ملايين. لأ، 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 ده فعليًا والله خسرت اصلا فيه 25,000 جنيه. وكان أياميها طبعًا 25,000 جنيه دول مبلغ. كانوا مبلغ كبير. كان مبلغ كبير. آه، آه. طيب. بس ما سلِّمتش بقى، ويعني كمّلت وبدأت. يعني أنا من النوع اللي لمّا يبقى في مشكلة ما عنديش مشكلة. إن أنا اتعودت إن طبيعة شغلي أصلًا
عباره عن حل مشاكل. اصلا يعني انا نازل تليفون، عارف اي موبايل اول ما بيرن في حد بيتصل بيه على مشكله، مفيش حد بيتصل يسلم عليا، الحق يا باشمهندس اهو. ده طبيعي يعني، انا اتعودت على كده. هو فعلا اصلا يعني هو ما حدش هيتصل بيا ان يعني طبيعه العمل ان يقول انت لك اعمل مكروه ايه في السايت، يعني انا اصلا. مكروه. اللي هو المقاول او الفني اللي شغال مش عايز حد رقيب عليه، هو اه عايز طول ما المهندس واقف هو مروش، عايز بقى ايه؟ اه امشي. فاهماني؟ عايز مش عارف يشتغل. انت واقف عمال تطلع له ملاحظ، اعمل دي، ظبط دي، عيد دي، فهو عايزك تمشي. فلما يتصل بيك اللي عايزك يمشي، لما يتصل بيك يبقى عنده مشكله. طيب امتى بالظبط تحديدا جالك شعور اللي هو لا انا جامد جدا قوي، خلاص اول مرة عملت فيها حاجة طلعت جامدة قوي؟ لا، هو ما لحد دلوقتي ما قابلنيش الشعور ده الصراحه. ازاي؟ لا، ما قابلنيش. انا يعني انا من طبيعتي او من عادتي او من مبادئي اصلا ان يعني ايه، زي ما ربنا قال: وما اوتيتم من العلم الا قليل. اللي هو ايا كان العلم اللي الحمد لله الشخص بيوصل له او وصل له او هيوصل له، ده ولا حاجه. لسه في علم كتير، ولسه في حاجات كتير جديده بتنزل، ولسه في احسن. ولو انا بعمل حاجه كويسه، في اللي بيعمل احسن مني لازم اشوفه واتعلم منه واطور. مش بقلد، انا ما اتعودتش ان انا اقلد شغل حد، او انا بتابع. ممكن اقول لحضرتك ممكن معظم 90% من الناس اللي شغاله في نفس الكارير ده انا بتابعهم بمتابعه كامله، واي حد بينزل فيديو بقعد اتفرج عليه وبتعلم منه اذا كان هو بيتكلم صح او غلط. يعني بالنسبه لي فهمك. الاتنين مفيدين. لو هو بيتكلم صح يعني بشوف الصح وبطوره، ولو غلط ببقى عارف ايه هو الغلط عشان ما اعملهوش. فانا بحب الجزئيه دي في ان انا بطور من ذاتي بمتابعه السوق. ممكن حد مثلا ينبهني لحاجه نزلت جديده في السوق انا فهمك. مش واخد بالي منها، طريقه شغل جديده انا مثلا ما كنتش بتبعها، اسهل ممكن او اوفر للعميل مثلا في الحته الماديه، او فهمك. اسهل في ناحيه الوقت والتنفيذ. فمتابعه الناس عامه كويسه. فحته ان انا اوصل لمرحله، انا بالنسبه لي انا يعني بالمناسبه في الشركه عندي بدي تريننج على طول حلو. للطلاب. ويعني مثلا في فاروس بإلزامي عندهم الموضوع ده، فببعت ايميلات للكليه وكده بالمده اللي قضوا فيها التريننج وكده. فبدرب طلاب يعني. فاول حاجه بعلمها لهم ان مفيش حاجه في الشغل او مفيش وقت معين تقدر توصل لحاجه معينه في الشغل وتقول انا كده بقيت جامد قوي وانا كده اعلى حاجه وانا كده. لا، الوقت ده بالفعل هو وقت سقوطك. تمام. يعني اي شخص ده في اي حاجه في الحياه، اي شخص هيقف في مرحله معينه وبيقول انا كده التوب هنا، الوقت ده فعلا هو اخرك. ده اخرك. في ناس تانية طالعه قدام بس ده اخرك. فبالنسبه لي بيعتبر وقت سقوط. فدايما الواحد بيبقى حاطط نفسه في حته ان انا بتعلم، في حته ان لسه في جديد انا معرفوش، في حته ان في جديد لسه هيتطور والتفكير في حد ذاته هو اللي بيطلع الفكره الجديده او بيطلع الحاجه الجديده. بس هو يا باشمهندس مش شرط، يعني احيانا الموضوع بيكون انا راضي عن نفسي وعملت ده حلو ومش هعمل اكتر من كده. مظبوط. هو من ناحيه انا راضي عن نفسي، يعني من الجزئيه دي انا راضي اه عن نفسي جدا. يعني مش عايز حاجه اه انا بس فل. كده لا تمام. لا، انا مش عايز حاجه من الدنيا اصلا. خلاص. انا كده بالنسبه لي عملت يعني اي حاجه انا كنت بالنسبه لي عايزها، انا عملت احسن منها. الحمد لله. يعني وصلت لمرحله ممكن ما كنتش متخيله في يوم من الايام ان انا ممكن اوصل لمرحله زي كده. كنت عندي حلم ان انا يبقى عندي مكتب او عندي شركه وعندي شغل والكلام ده كله، بس الحته اللي انا بالفعل وصلت لها طبعا بتوفيق ربنا هي بالنسبه لي مخلياني انا كده زي الفل. اهو ده كان السؤال. يعني شفت لا، اهو. بس مش اكتفاء. يعني مش ماشي. انا تمام وتوب ايوه ايوه. وعملت اللي محدش عمله. لا، انا نفسيا من جوايا لا، انا راضي وعارف ان انا في حته كويسه. كلام الناس معايا هو الفيصل. مفيش حد بيقول على نفسه وحش. انا صح. عمري ما هاجي اقعد هنا واقول انا وحش يا جماعه، انا ببوظ الدنيا. اكيد كل واحد اللي بيسرق شايف نفسه صح وشايف هو ده ايوه ده فهمك. الطبيعي فهمك يعني. ايوه. فاهم؟ فلا، مفيش حد كده هيبقى شايف نفسه وحش. بس يعني كلام الناس والكومنتات اللي الناس بتقولها، لما الحمد لله اي فيديو بنزله مع حد من الناس اللي انا عملت لهم شغل بينزل ترند على طول، وبيقعد مده والناس كلها كل الكومنت كلها الحمد لله بتبقى ايجابيه. فدي بالنسبه لي كلها بتبقى الحافز او المؤشر اللي بيقول لي ان انت ماشي مظبوط او مظبوط. ماشي صح. فانا بالنسبه لي دي الليفل ده كده بالنسبه لي ده احلى حاجه. تمام كرضا نفس. لكن مظبوط. كشغل وان انا كده اخري في الشغل او ان ده اخر حاجه وان انا كده توب، لا، انا بالنسبه لي لحد اخر يوم لسه في حاجات جديده هتعلمها. طيب بمناسبة المكتب بقى، لو امم معاك 1,000,000 جنيه اه وعايز تغير ديكور المكتب بتاع حضرتك، ايه اغرب او اكتر فكرة مجنونة ممكن تعملها؟ صعب السؤال ده، عايز كوبايه قهوه. هو بصي، الموضوع ممكن يبقى عكس الشخصيه تماما.
ليه؟ والله. بحكم اي حد شغال في مجال عامه هو بيبقى مكتفي منه. يعني انا مثلا لو هاجي اعمل ديكور في شقتي انا او في بيتي او في مكتبي، اول حاجه هفكر ان انا اعمل حاجه كلها ساده. اصلا. ساده، ما ليه؟ انا عيني خلاص شبعت من اي حاجه يعني اي ايوه. حاجه انا عملتها، مظبوط. فبالتالي اللي اتعمل ده قديم، تمام. وعيني يعني بقى دوشه بالنسبه لي. تمام. فالهدوء بالنسبه لي في الحاجه دي. فانا لو هعمل حاجه ممكن بقى مثلا اكتر، يبقى مثلا حاجه تكنولوجي اكتر، سمارت تكنولوجي اكتر، ممكن في تعامل مثلا، في طريقه تعاقد، في طريقه متابعه مواقع. ايوه فهيبقى ايوه. لو انا فعلا معايا مثلا في مبلغ زي كده متوفر وحابب ان انا اعمل فيه حاجه، مش هتبقى ديكوريشن خالص. اصلا. لا لا، ممكن تبقى تكنولوجي اكتر، ان انا افكر في حاجه مثلا تكنولوجي تقدر تفيد منظومه العمل. ايوه. لكن كديكوريشن الموضوع بالنسبه لي لا، ان كل حاجه بالفعل. اي حد مثلا ممكن تلاقيه شغال في محل ملابس، هتلاقيه عادي. زهقان من اللبس كله زهقان من ده طول النهار اللبس. قدامي، اه. فهتلاقيه بيلبس حاجات مثلا ملهاش كلها علاقه. ملهاش علاقه. ده صح. انا زهقان من كله، فانا كده. ايوه. فاكيد الموضوع او البادجت بالنسبه لي مش هيضيع في الديكوريشن. طب وحضرتك اعتمدت بس على دراستك قسم ديكور، ولا أخدت كورسات تانية في حاجات كتير أو في المجال عامة؟ لا، هو كدراسات انا ما يعني هو ما اعتمدتش على الدراسه، ان يعني الدراسه كدراسه كديكور مش مفيده في سوق العمل. يعني كديكور ان اللي بيطلع من قسم ديكور، او اللي بيطلع من لسه متخرج، اول ما بيتخرج هو عنده فكره، ورقه وقلم، عنده فكره مظبوط. بدراسات اه، دراسة معينه. بس. لكن كسوق عمل، وان أنا انزل على ارض الواقع واشتغل واقف ورا م-م. مقاولين وانفذ شغل، الموضوع صعب جدا. م. هم اللي طالع بيبقى مصدوم من اللي هو بيشوف في السوق، مش الموضوع ما بيبقاش كده. فالموضوع معتمد اعتماد اكبر على الخبرات، أيوه. على الخبرات. بجانب المجال بقى، يعني الشخصيه ذات نفسها. انا لما بدات اشتغل ظهر عندي مشاكل انا اكتشفتها في الشخصيه. م. زي حته مثلا ان انا مثلا ممكن الاول كنت عصبي اكتر. فكان العصبيه طالعه ان انا عايز اعمل كل حاجه زي ما انا عايز، انا هي دي بتتعمل مظبوط كده، فانا لازم اعملها كده. فيجي العميل الاذواق بتختلف، أكيد. مش حابب ده، فانا عايز اقنعه بالعافيه وانت عصب أيوه. فالموضوع دلوقتي بعاني من الموضوع ده مع الطلاب عندي او الناس اللي بتتدرب. بعاني فعليا من الموضوع أيوه. ده. بحاول ان انا اقول لهم يعني اركن ذوقك في البيت، أيوه. عاجبك ده اعمله في شقتك، أيوه. أيوه. اعمل للعميل اللي هو عايزه. ان خلاص هو بقى في اقتناع تام ان هو الذوق راجع للعميل. يعني احنا عندنا شقين في الشغل، شق خدمي وشق خاص بالذوق او بالمود والالوان والكالر والكلام ده كله. فالشق الخاص بالذوق ده هو اللي بنوجهه بنسبه 95% للعميل. مظبوط. شوف العميل حابب ايه في حته الذوق بتاعته وبنبدا نشتغل له عليها. لكن الشق الخدمي ده اللي هو الهندسي الاكاديمي، اللي هو بقى اصول الصناعه، وتستخدم السلك سمك كام، وتستخدم مواسير نوع ايه، والبورسلين بيركب ازاي، ده اللي هو الشق الخدمي، اللي هي طريقه يعني تركيب كل حاجه بشكل صحيح. مظبوط. لكن الشق الجمالي بقى راجع للعميل. فشخصيا بقى كشخصيه الاول كان الشق الجمالي ده عامل لي مشكله، ان انا بحب الحاجه الفلانيه عايز اعملها. اه. انت العميل مش عاجبك مش مهم، انا عايز أنا اعملها عايزة أعمل. وافضل هتبقى حلوه، هو يقول لي أيوه لا أيوه. مش عاجباني، لا هتبقى. فالموضوع كان بالنسبه لي وبتعصب ويبقى فيه تاتش مع العملاء م-م. وكده. فبدات اشتغل على النفسيه اكتر، ان انا يبقى عندي هدوء نسبي، وان انا يبقى عندي استوعب راي اللي قدامي، واحاول ان انا اقبله، واحاول ان انا مش اقبله كمان بس، ده انا اقبله واوظفه له كمان. حتى لو انا مثلا عميل عايز يعمل لون اصفر مثلا، انا ما بحبش الاصفر أيوه. مثلا، فانا لا اوظف له الاصفر ويطلع بشكل اصلا احسن من العميل أحسن من عايزه. العميل عايزه. فبدات اشتغل على الجزئيه دي كنفسيه، م. ان انا نفسيا لازم اهدى ولازم اغير من تفكيري والكلام ده كله. بدا يظهر عندي مشاكل في الاداره، م. فبدات ادرس اداره اعمال. مظبوط. فدخلت تخصصت شويه وبدات ادرس في اداره الاعمال، والحمد لله لحد ما خدت ماجستير. أغرب كومنت جالك من عميل بس اكتشفت بعدها إنه صح؟ اغرب كومنت جالي من عميل بس اكتشفت انه صح، ده ممكن شويه في البدايات، في الفتره الاولانيه اللي كنت لسه بادئ فيها شغل. ممكن كانت الفترة دي برضو كان حاجات ليها علاقة برضو بالذوق، وإن مثلا درجات الألوان وكده. ويعني ممكن مثال ممكن يبقى مضحك شوية. ايه. يعني كنت بعمل مكان كده لكلاينت، وكان بيختاروا يعني الألوان، والكلاينت كان عندهم قطة وكانوا متعلقين بيها كتير جدا يعني.
فالمهم هو عامل غرفة كده، يعني احنا مخصصين من ضمن المساحة غرفة للقطة، والغرفة دي اللي هي على الشارع وبتطل على البلكونة القطة عشان نفسيتها. والله مش بهزر، بتكلم جد. ولا ويعني هي القطة بالفعل كان تقريبا كانت بتدرس او حاجة اه وبيتعاملوا معاها، بيتكلموا معاها وكده بطريقة معينة. كنت انا عايز اعمل لون معين يعني وديكور معين على اساس غرفة اه قطة، فقال لي لا القطة بتاعتنا ما بتمشيش معاها الكلام ده، انا هجيبها وهي تختار اللون. اتمنى ابن خالي ما يشوفش الحلقة دي. بجد والله انا ده حصل فعلا. استغربت من التعليق، يعني قطة ايه اللي هتيجي تشوف اللون، احنا هنقعد نبسبس لها يعني ولا هنعمل لها ايه؟ طب ايه فقلت له اغرب؟ طب ده هيتم ازاي، احنا ما تعاملناش مع قطط قبل كده، فيعني اه قول لي فهماك. الموضوع هيتم ازاي. قال لا انت هتعمل الالوان مثلا 3 4 درجات على ورق ابيض وتحطهم قدامها، وانا هقول لها حاجة واختارت؟ معينة. اه والله، واختارت اللون دي ملبوسة كده. وعملناه يعني. فدي كانت اغرب حاجة حصلت قدامي، واقتنعت بعد كده ان اي حاجة ممكن تحصل يعني. ممكن تحصل. مش عايزين حد من الاطفال يتفرج على الموضوع ده اللي اهاليهم بتجبرهم على حاجات كده. قطة. فدي ممكن كانت اغرب حاجة يعني حصلت له، اغرب كومنت اتقال لي ان قطة هتيجي تختار اللون في حاجة أنا مقتنعة بيها برضو، م. بس عايزين نغير وجهة النظر دي من خلال الحلقة ومن خلال حضرتك. تمام. إن في ناس دايما لما بتسمع كلمة مهندس ديكور مهندسة ديكور بيبقوا مقتنعين إن في طبقة معينة أو فئة معينة هي اللي من حقها تحقق حلمها في الموضوع ده. لو من خلال حضرتك شاب لسه بيبدأ حياته، بيتجوز، بنوتة عايزة تغير أوضتها، عايزة تجدد، فكل ده بيعتمد على الماديات. هل هم يقدروا من خلال مهندس ديكور ومن غير ما يصرفوا كتير يحققوا ده؟ بصي، هو الموضوع ده ليه ابعاد كتير يعني. اول بعد ان هو مثلا الكوست اللي هياخده المهندس، هل هو هيبقى مفيد ولا انا برمي فلوس على الارض؟ يعني هل الفلوس اللي هياخدها المهندس دي هل هي بالفعل هتتحط في حتة مفيدة، ولا هي فلوس رايحة شخص هياخدها ويضحك عليا؟ ده مربوط بالمهندس اصلا او بالشخص اللي انت هتختاره. تمام. يعني انت هتتعامل مع مين اصلا قبل ما هتجيب يعني او هتاخد قرار ان انت تتعامل مع مهندس؟ لازم تبقى محدد انت هتتعامل مع مين، وهل اللي انت هتتعامل معاه ده هي البادجت بتاعته مناسبه ليك ولا مش مناسبه، وهل البادجت اللي هياخدها كلها هتتصرف في الموقع عندي ولا نصها هيتصرف في الموقع عندي ونصها انت تمام. هتاخده. طريقه العقد بتاعته عامله ازاي، طريقه التعاقد عنده ماشيه ازاي. ان المجال فيه اكتر من طريقه وفيه اكتر من، يعني كل مجموعه عامله لها حاجه معينه بتشتغل بيها. يعني عادي ان طبقات برضو لو في حد عايز حاجة لا ده الموضوع متوقع. ملوش علاقه بالطبقات. ايوه ده اللي انا عايزة لا اطلع لا بيه يا جماعة، ملوش الموضوع، لا علاقة. الموضوع ملوش علاقه بالطبقات اطلاقا. تمام. ان هو الماتيريال واحد اللي بيتحمل، يعني اللي بيتعمل في القصر هو اللي بيتعمل في الشقه هو اللي بيتعمل في المحل. لا اقصد لو حد مثلا عايز يكلم الباشمهندس، مم. بس مثلا انا معايا بادجت قد كده، فنقدر نعمله على اللي معاه. نعمل له على اللي معاه في حدود ماتيريال تقدر اه تبقى متوظفه على اصول صناعه مظبوطه. تمام. لكن ان انا مثلا فكره ان انا بفاصل وبقنعك ان هو نفس الشغل اللي انا هعمله لك بنفس القيمه، وانت بتنزل في القيمه وانا بقنعك ان هو نفس الشغل، ابقى انا بضحك عليك. تمام. ان الديكور عامه او الشغل بتاعنا تفاصيله كتير وبنوده، يعني بنوده كتير، وكل بند فيه في اكتر من تفصيله، كل كتير تفصيله اه. بفلوس. فكون ان انا لو هقلل كوست في الحاجات دي كلها، في كل بند هقلل فيه كوست معين، هنزل رقم كبير جدا. تمام. فالتوصيف عامه في الشغل اساس التسعير مش تمام. العكس. يعني ما ينفعش مثلا السؤال يتقال زي ما حضرتك قلتي، تمام. انا معايا بادجت معينه هتقدر تشطب لي بيها؟ لا، مم. الموضوع العكس. العكس. اعمل ايه بالبادجت دي، يعني يوصلني للبادجت دي فاقدر اهندل الامور. مم. مثلا في بند الارضيات، بدل ما هنعمل بورسلين هنعمل سيراميك مثلا ليزر كات، مظبوط. هيوفر معايا الكوست الفلاني. تمام. بدل ما اعمل مثلا فلاش تانك، لا انا ممكن اجيب مثلا قاعده تويليت عاديه يبقى بنوع فلاني، هتوفر معايا مثلا كوست المبلغ الفلاني، تمام. وهكذا. ده المنظور الصحيح للعمل او للوظائف بتاعت الشغل بتاعنا. لكن ان انا احط بادجت معينه واقول لك خد شطب لي بيها وانت مش عارف ايه اللي هيتعمل، ما اوريدي على حسب بقى ضمير الشخص اللي انت بتعمل معاه. صح. ممكن ياخد البادجت ويصرف لك اصلا ربعها بماتيريال، ويجي بعد كده يقول لك ما انت اللي حاكمني صح. صح. برقم معين، فانا اضطريت اجيب الماتيريال دي. دي اسئله بشوفها، يعني انا حبيت ابين نوعيه الاسئله دي من خلال م. النهارده عشان الناس بتكون لا هجيب مهندس ديكور وموضوع كبير بيبقى لا لا احنا لا، لا. هو ما ينفعش، لازم تسعير قائم على توصيف. تمام. وده صعب، يعني مش اي حد في المجال بيقدر يعمله. يعني مفيش مهندس، او مش مفيش، هو في مهندسين كتير بتعمل كده، بس انا قصدي مش كل الناس، او مش كل الناس اللي في السوق
تقدر تعمل كده، ان انا اقدر اعمل ديزاين واقدر اعمل حصر كميات وتسعير لحصر الكميات واحط عليه بادجت سعر واقدمه للعميل موصف كل بند لوحده بالمواصفات بتاعته بكل تفصيله صغيره وكبيره، اذا كانت بمقاس، اذا كانت بعدد، اذا كانت بخامه معينه موجوده في المقايسه. انت عارف انت بتدفع الفلوس في ايه، لو حاجه مم. من ده اختلفت الفلوس هتختلف، تمام. سواء ماينس او بلس، او يعني بس. هتزيد او هتقل. انا عليت الفلوس هتزيد، قللت الفلوس هتقل، صح. لكن ده ثابت، السعر ثابت. مظبوط. فهو ده الاساس في الموضوع. طيب في حاجة بقى أنا عن نفسي عايزة أعرف، مم. أوقات تجيب النقاش أو الصنايعي بيبقى الموضوع بيطلع شغل برضه كويس وما بيكونش دارس حاجة. من وجهة نظر حضرتك السر في إيه؟ يعني إن يبقى ما درسش حاجة، ممكن ما يكونش متعلم يعني بيريفكتو. مظبوط، ده كلام، لا كلام مظبوط. بجد. في صناعيه فعلا في السوق، احنا كمهندسين بنتعلم منها. انا واحد من ضمن الناس. انا لما بدات قلت في الاول، انا بدات اشتغلت، كنت شغال صنايعي، أيوه. اشتغلت كذا حاجه، واتعلمت من ناس اصلا كتير، اتعلمت منها حاجات كتير مش موجوده في كتب ومش موجوده في اي ده حاجه، تواضع من حضرتك مش والله. موجوده. لا ده فعلا ده حقيقي، ما هو دي حقيقه في السوق. ولحد دلوقتي بتعلم من الناس. انا اي صنايعي من الناس اللي شغاله معايا بقف اتكلم معاه عادي، هي طب انت ليه رافض تشتغل بالخامه الفلانيه؟ طب انت يعني انا مش من نوع المهندسين اللي بحط توصيف ويا تعمل كده يا تروح تروح. تمام. لا، بقعد اتناقش ان الشغل بالبلدي كده، بقول لك كل شيخ له طريقه، تمام. كل صنايعي كل مقاول له طريقه، في الاخر بيديني نتيجه، انا بحاسب على نتيجه، بس كتوصيف وماتيريال انا بلزمه بيها. بس في صنايعي بيقول لي لا انا بحب اعمل الخطوه دي قبل الخطوه دي. تمام. ممكن انا ابقى مش فاهم وجهه نظره، او هو بيتكلم صح كخبره ان هو اللي ايده في الشغل، وانا مثلا لا ما لمستش الحته دي قوي، تمام. فليه انت بتعمل؟ مش هقول له لا اعمل اللي بقول لك عليه مالكش دعوه، ده غلط. بالظبط صح. لا فهمني، طب وجهة نظرك ايه؟ فابدا افهم منه، لقيت كلامه صح مفيش مشكله، مش عيب ان انا اتعلم حاجه جديده، خلاص طبق على اللي انت بتقوله. لقيت كلامه غلط اقول له لا انا على فكره انا عارف الموضوع ده ومجربه كويس جدا قبل كده، والصح بيقول واحد اتنين تلاته، وانا اعلمه. تمام. فده هو يعني افضل حاجه مفيده في الشغل. طب عايزين أغرب بقى موقف قابلك، أصعب وأغرب وكوميدي في نفس الوقت وحليته، وما نقولش اسم العميل، خلينا إيه. أنت اللي هتقول ماليش دعوة. هو مش موقف، هي مواقف، مواقف. هي مواقف، عايزين حاجة كده كل يوم غريبة. مواقف. أكيد بتقابلك حاجات كتير غريبة. لا مواقف كتير جدا يعني ممكن حصلت معايا، بس ممكن اغربها مثلا، أغرب. ده كان قريب جدا من سنتين، مش من فترة بعيدة العميل يا يعني. هندسة. لا هو حد معروف بس مش هقول هو مين، يعني هو اما يعرفنا هو ما يخش بقى، يعرفش اللي هو حصل. يخش اما يقول هيخش يقول كومنت بقى ان طب هو. ماليش دعوة. فالعميل ده او عميلة بمعنى اصح كانت اخده بيت في كومباوند كده واول ما اتعاقدت على طول اتصلت بيا، يا باشمهندس انا متابعاك وعايزة تيجي تعمل لي الديزاين بتاع البيت بتاعي وكده وتمسك لي الموقع. فتمام، رحت ورفعت المقاسات وتمام وعملنا تمام. الديزاين ووافقت عليه ورحنا استلمنا الموقع، سلمتني الموقع وبدأنا الشغل. اشتغلنا حوالي تقريبا ما يقرب من شهر ونص، كنا خلصنا جميع يعني تقريبا كل التأسيسات، وصلنا لحد مرحلة المحارة، ووصلنا ان احنا بنشون الرملة والبورسلين. فاتفاجئت بتليفون جاي لي من حد، مين معايا؟ قال لي انا فلان الفلاني تحت امرك. قال لي انت بتشطب الشقة اللي في المكان الفلاني ليه؟ قلت له يعني ايه حضرتك؟ قال لي دي شقتي. قلت له شقتك ازاي؟ دي شقة فلان الفلاني يعني. رزقه. ايوه ازاي يعني شقتك ازاي؟ قال لي انا بقول لك شقتي، اتصل باللي بعتك الشقة وقول له بص في العقد. فكلمت المدام طبعا اللي هي كنت بشطب لها، كانت تقريبا نايمة، كان يعني الساعة 12 كده، كذا مرة قلقت، راحت جاية ردت عليا يا باشمهندس. قلت لها الموضوع واحد اتنين تلاتة أربعة، وفي حد في الشقة بيقول طبعا هي لي، تبعت بعد كده مع دكتور قلب. دي شقتي، ده هي دي جارت على الشقه اصلا. قالت لي انا رايحه دلوقتي، دي مين اللي كلمك؟ قلت لها خد التليفون. قالت لي تليفون مين؟ انا رايحه له، وهتشيلوا اللي اتعمل في ده شقه الشقة عمري في ازاي؟ الشقه. فراحت بالفعل، وبعد ما راحت اللي هو طلع الراجل كلامه مظبوط، واحنا اصلا المفروض نشطب الشقه اللي في الدور اللي تحت، بس السيلز اللي سلمها من الكومباوند طلع سلمها الشقه اللي هي اتفرجت عليها، هم كانوا مورينا سيمبل اه كده اه اه. كنموذج، بصت عليه عشان تشتري عليه. تمام. فلما بعتوا حد يسلمها الشقه، المفروض هي شاريه الدور الاولاني، ايوه. هو سلمها الدور الثاني على اساس ده اللي هي اتفرجت عليه، وغيرت الطبله واستلمت الشقه، وطبعا دي كان حد شاريها وكان سايبها ما شطبهاش، وحصلت بقى مشكله وكده، ورجعنا بقى تاني في الشقه اللي تحت، عدنا كله من اول وجديد. هي اكيد مامته كانت داعيه له جدا، سالك قوي. فده كان اغرب موقف اغرب موقف. حصل لي هو احسن موقف بالنسبه في له. الشغل. بالنسبه بالنسبه له. لناس تانية بقى هو استفاد طبعا بالتشطيب وكده، وكان حصل مشكله ما بينه وبين العميله، يعني هو اصلا رفض كمان الموضوع ان انا كل ده هكسره تاني، انا هعمل حاجه مناسبه ليا وكده.
فالله اعلم يعني اللي حصل عشان اكيد ما كسرش طبعا، بس الله احنا مش اعلم هنقول بقى، كده، مش هنقول عديها. كده، عديها عديها. اه طيب، معروف في اي مجال مهما كانت المهنه بيجي عليك وقت انا مش عايزه اكمل، قبل ما تنجح نجاح صاعق ده بيحصل. اكيد. امتى ده حصل مع حضرتك، واصلا كملت ازاي بعدها؟ هو ده حصل مرات، يعني من اول ما بدأت زي ما بدأت في الاول قلت كانت الرحلة صعبة، وبدأت ان انا يعني وقعت مرة واتنين وتلاتة واربعة في اكتر من حاجة يعني. بس يعني ان الوقت اللي هو مش عايز اكمل مش عايز اكمل، ما كانتش اختيار عندي يعني. فكرة ان انا اتحطيت في حتة ومش عايز انزل منها كانت بالنسبة لي هي المسيطرة. لكن حتة ان انا تعبت من المشوار هي دي اللي ممكن كانت لا يعني كان بيجي وقت كده اللي هو انا عايز افصل. مم. يعني خلاص عايز ارتب من اول وجديد، عايز اقعد افكر تاني من اول وجديد، في حاجة غلط. فابدا اقعد وافكر وارتب وعشان اقدر اكمل، فيحصل دروب. مم. بس فيما بعد في الوقت اللي انا فيه دلوقتي يعني انا اكتشفت ان الدروبات دي كلها ممكن كانت تجهيز من ربنا عشان يكون شخصية معينة صح بتفكير صح معين بحاجة معينة. لو ما كنتش اتعرضت صح. للحاجات دي في الفترة الأولانية ما كنتش هقدر اقعد ناخد بالنا اقعد في الناس المكان اليائسه دلوقتي. نعتبرها اشاره. لا ده فعليا كل حاجة صح. كل دروب انا تعرضت له بالفعل يعني مع الوقت بيثبت قدامي ان ده كان درس من ربنا لحاجة معينة هتحصل لك. لو دي ما حصلتلكش دلوقتي وانت كده، اما هتحصل لك وانت كبير كانت هتكسرك وتجيبك اوكي يعني على ماشي. الارض، كان الموضوع كان هيبقى صعب. ففعلا انا اتعلمت من كل حاجه حصلت لي، وعلى قد ما كان في تعب وفي تعب لحد دلوقتي موجود، على قد ما النتائج كانت يعني اكتر من المتوقع. حضرتك بقى بتعرف منين المهندس الشاطر؟ بعرف منين المهندس الشاطر بالنسبه للناس اللي التيم اللي بيشتغل معايا ولا بالنسبه للسوق؟ ممكن نعرف ده ونعرف ده. بالنسبه للتيم اللي بيشتغل معايا انا يعني المهندس الشاطر بالنسبه لي في التيم اللي بيشتغل معايا اللي بيسال كتير. مش يعني بتتخنق؟ لا اللي بيسال كتير ده ممكن بيفتح بيبان ان هو بيبان معايا يعني اكتر، وانا ممكن في التريننج بدي مثلا محاضره بشرح حاجه. اللي بيقعد سامع ده وتمام، ده بالنسبه لي ما استفادش حاجه. يريح دماغه. بيريح دماغه يريح تمام دماغه، صح عارفه ان كده. انا ده. اللي هو تمام خلص بقى عايزين نروح عايزين نروح، قولي الكلمتين. اللي بيقعد يسأل ويستفسر زي ما قلت الشغل عندنا بنوده كتير ومفتحة على بعضها، فالسؤال بيدخل في حتت تانية ممكن احنا ما كناش هنتطرق لها في البوينت دي واحنا بنشرحها. ايوه. فيبدأ يدي إفادة أكتر ويدي معلومات أكتر، والموضوع بيبقى بالنسبة للناس اللي بتبقى مركزة ممتع أكتر. اللي ما بيسألش ده بالنسبة لي هو ممكن جاي مثلا يضيع وقت. أنا بصنفهم مجموعات كده، يعني لما باجي م. مثلا عندي مجموعة بشتغل معاها كورس أو حاجة أو بدربها، ببدأ أصنفهم مجموعات. في مجموعة أنا ببقى مثلا بقول لهم أنتوا نازلين من البيت عشان مش عايزين تقعدوا في البيت. واحدة بقى مثلا مهندسة أجازة ومش عايز تقعد بقى عشان ما حدش يقول لها روقي ولا اعملي ولا، فأنا هنزل آخد كورس عشان أريح طب مين دماغك الاشطر، أقرب من البيت. الولاد ولا البنات؟ في الديكور او أكتر البنات. الحمد لله. في السايت ممكن الولاد اكتر، بس ما يمنعش ان في بنات فعلا معايا في المكتب بالفعل ثابتين نفسهم جامد جدا. جدا. بس على المستوى بقى السوق او على مستوى المهندسين اللي انا بشوفهم في السوق، الاشطر او الاجمد اللي بيعتمد ان هو يعني يظهر جديد ما يكررش قديم. يعني لما بلاقي مهندس بالفعل بيطلع حاجه جديده او بيقول معلومه جديده او بيقول حاجه ما حدش بيتكلم، يعني بيشرح حاجه ما حدش بيتكلم عليها، سواء في استغلال مساحه، سواء في توظيف ماتيريال، سواء في حل مشكله كانت بتقابل الناس كلها وهو قادر يتغلب عليها، ده بالنسبه لي الاشطر او الافضل. مش الموضوع مش بالشكل ولا بالابهار. يعني مش حد مثلا عامل ديزاين رائع ومنفذه كاحسن ما يكون فبالنسبه لي هو احسن حاجه. ان الشغل عندنا الشكل مش الاساس، يعني الاعتماد في الاساسي عندنا التوظيف، وان الحاجه تطلع بكواليتي مظبوطه بعمر افتراضي طويل، ومفيش مشاكل في حاجات معينه ممكن ما ايوه تبقاش ايوه. ظاهره قوي على الشكل. ممكن انبهر بالشكل بس الخدمي الكواليتي بتاعه مش حلوه. والاساس ومسارات الحركه والحاجات دي كلها مش اظبط حاجه، مم. فبالتالي بالنسبه لي المشروع بيبقى ساقط، يعني مش ناجح. واللي طيب، عامله برضو نفس الموضوع. بالنسبة بقى للجديد والقديم، ايه الحاجة اللي من وجهة نظر حضرتك او في العموم شايفة ان هي ما بقتش موضة، وحاجة شايفة ان مع مر العصور والزمن مهما عادي جدا اختلفت الأذواق، لا هي بتفضل ببريقها وبلمعانها عادي وبتواكب كل العصور في الموضة؟ بصي هو انا هقول لك على حاجه، الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك عليها اللي ما بقتش موضه اللون البيج. اصلا. هو اصلا. من مر العصور لحد الان
كل بدرجاته. حاجه اوف وايت اوف وايت اوف وايت. هو درجاته البيج بدرجاته من اول اوف وايت وانت رايحه كده، او اجابه الالوان مش متوقعه يا لا باشمهندس. الالوان الترابيه عامه يعني. فيما عدا ذلك اي حاجه في الديكور، اي حاجه في الديكور متغيره، يعني بتاخد وقت معين من الزمن. بينزل مثلا لو احنا اتكلمنا مثلا من 10 سنين فاتوا، كان نازل حاجه مثلا في الديكور اسمها سبونش وترخيم وبتاع والكلام ده كله. كانت مصر كلها بتعمل سبونش. بعد كده اتشال السبونش، بعد كده دخل بقى ترند. ساعتها ما كانش في حاجه اسمها ترند بقى، بس كان اللي شغال ايوه ايوه يعني ايوه. اللي هو اللون البيج مع اللون النبيتي، او اللون البيج مع اللون النبيتي ده البني. صعب ما هو ده كان موضه. صعب، بعد مش عارفه كده بتستخدموه في ايه. لا، ده كان بعد كده اللي بعديه كان تقريبا اللون الموف والبنفسج، كان ترند اه وموضه. اه. وبعد كده راح بس الثابت اللي ما بيتغيرش وهو مسيطر على كل حاجه وبيمشي مع كل حاجه، اللي هي الالوان الترابيه او مجموعه الالوان الترابيه، اللي هي اساسها اللون البيج بدرجاته، الاوف وايت بدرجاته. ده لحد الان بينزل بقى يعني بينشق منه الفانيلا لاتيه، وبينشق منه اه اه. الميلك واي، وبينشق منه جميع الدرجات اللي قريبه من الحته دي بقت يعني هي المسيطره. ليه؟ ان هي قريبه من اللون البيز الاساسي اللي هو مريح للناس كلها. دي بشتغل حقيقه. معاه مع اي درجات الوان، وبحط جنبه اي حاجه ما يعني بيسببليش حضرتك مشكله. شايفه ده بيواكب كل الموضه. كل العصور اه. بيمشي مع، يعني مودرن بيشتغل، كلاسيك بيشتغل، مم. بوست مودرن يعني كل الستايلش بيشتغل عليها كويس جدا، ما فيش ما يمانع. اه. بس كماتيريال ديكور لا الموضوع بقى مختلف. بينزل زي مثلا من وقت فات كان في مثلا بديل الرخام وبديل الخشب والكلام ده. بعد كده خلاص بدأ الناس تستغنى عنه. قبليه كان في الخشب CNC شغل الراوتر والكلام ده، مم. بدأت الناس تستغنى عنه. بعديه حاليا دلوقتي بقى الديكور اكتر في اللايتنج، بقى التراك ماجنتيك والليد ماجنتيك والبروفايل والحاجات دي كلها. ده ايوه خلاص ايوه بقى الديكور موجه اكتر في اللايتنج، في الاضاءه. ايوه ايوه. ممكن الموضوع يبقى هادي خالص وسيمبل، بس الإضاءة هي اللي مظبطة الديكور. فده حاليا اللي ممكن طاغي أكتر على السوق في الفترة اللي احنا فيها. طيب بحكم خبرة حضرتك دلوقتي، لو الزمن رجع بيك شوية صغيرين، ايه الحاجة اللي عملتها ما كنتش هتعملها؟ شوية قد إيه كده؟ إيه؟ يعني حبة كده، ماشي 5 سنين. من 5 سنين الحاجة اللي لو مثلا عملتها وقتها ما كنتش هعملها. بعد خبرتك. إيه، لا في الفترة دي ما أعتقدش يعني. بس من قبل كده مثلا خليها 10 سنين. ممكن يعني موضوع ان انا اخش في يعني في المجال بالعمق ده كده، وان المسؤوليات ان تبقى اكبر، وان الموضوع بقى واصل لمرحلة ان لا يعني محتاج استيعاب وتركيز اكتر بس ده دليل نجاح. من المستطاع اكيد. بس الموضوع يعني مهلك. يعني انا لو هختار يعني ممكن لا كنت اخلي الدنيا اهدى شوية على اساس ان انا اسيب مساحة لنفسي. اه. فهو حاليا دلوقتي بالفعل اعتبر مفيش مساحة، مفيش فده مساحة. ممكن عامل لود عليا وعامل ممكن جهد اكتر. طب ايه اغرب هدية جات لك من عميل؟ متر شوكولاتة لسه من شوية. دي انا هاكلها بعد الحلقة. لسه من شوية حد جايب دي لي. بتاعتي يا جماعة، معلش معلش يا لسه باشمهندس. عميل كان جاي بيزورني من الامارات كده، بيتكلم معايا في شغل قبل ما اجي هنا على طول والله. فلقيته جايب لي متر شوكولاتة كده، طب حاجة وانا هتجيب لي ايه؟ ما شاء الله كده. ماشي خلاص، وانا هاخد مية زمزم خدي بعد الحلقة. خدي نص متر شوكولاتة. هاخد حتة. حاجة كده ما شاء الله يعني. خلاص تمام ماشي. طيب ايه اكتر مشروع عملته كان تحدي بالنسبة لك بس نجحت فيه؟ لا انا تحديات كتير، هو كتير. مش مشروع. مش مشروع. لا تحديات في بالنسبة الشغل. لي ايه؟ في الشغل. في الشغل كتير. عملت مشاريع وعملت حاجات الحمد لله رب العالمين. لا الحمد كانت لله. تحديات يعني مثلا من ضمن التحديات كنت في القنصلية الليبية. كنت ماسك صيانة هناك في القنصلية الليبية في اسكندرية هنا. وكان مطلوب مني مثلا ان انا هاخد دور اداري. المفروض الدوام عندهم بيخلص يوم الخميس الساعة 2 الظهر. بيرجعوا المكاتب يوم الاحد الصبح الساعة 9 الصبح بيبقى الموظفين موجودين على مكاتبهم. فكان الاشتراط عشان انت تاخد الديل ده هتستلم الدور ده يوم الخميس الساعة 2 الظهر بالظبط. كل حاجة زي ما هي، المكاتب بالأوراق اللي عليها بالفرش بكل حاجة زي ما هي كده، هتتصور فيديو. مم. هنيجي نستلم منك يوم الحد الصبح الساعة 9 الصبح كل حاجة زي ما هي، بس بتغيير الديكور اللي احنا اتفقنا عليه. ما تحركش حاجة. بقى لا ما هنحرك كل حاجة، بس زي ما شلتها هترجعها. انا فاهمة، بس يعني من غير ما يساعدوكوا انه المكان يبقى لا انا فاضي. ماليش دعوه. انت هتستلم بفيديو هتسلمني بفيديو. فلو في ورقه موجوده على المكتب هاجي الاقيها موجوده على المكتب. مم. والوقت طبعا بتاع الشغل انا بتكلم في مثلا خميس من بعد 2 وجمعه وسبت والحد هسلمك 9 الصبح.
وخلصت الحمد لله، قدرت ان انا اخلص العمليه ده دي حلو قوي. وعدت. ده كتحدي، كوقت، كتحدي كشغل. لا كتير بقى في استغلال المساحات، لحد ما بقت اصلا دي لعبتي. اصلا يعني انا اللي مشهور في السوق باستغلال المساحات. يعني ممكن 90% من العملاء بتوعي بيشتغلوا معايا عشان بعرف استغل المساحه. ففي مثلا شقه بتاعت حد برضو معروف، عملت لها حمام في الطرقه. دي كانت مشكله كبيره عندي على فكره ليه بعد ما هما عملت الموضوع. للدرجه دي الموضوع؟ اه والله عملت الحمام في الطرقه فعلا. ازاي؟ ازاي دي بقى؟ ليه دي اصلا؟ ما هي الشقه كانت صغيره. على اه فكره الشقه دي ترند معروفه جدا، وناس كتير ممكن من الناس اللي هتتابعنا تقول في الكومنت شقه بتاعت مين يعني. اه واتشهرت جدا، بس اتشهرت على حساب ان انا ده عملت لي ازمه في المكتب. يعني حضرتك الشقه دي، متخيل ادخل لضيف الاقي الحمام في اتفضل يا ما هي ما فندم؟ بقتش طرقه، انا اخدت الطرقه عملتها حمام، وعملت اه مدخل الشقه من حته تانية، ولفيت الشقه حولتها. فالناس اللي شافت الشقه قبل ما كانت معموله وبعد ما ترند دخلوها طبعا. قالوا شقه تانية. فعلا كانت ترند. والناس الغريب بقى في الموضوع ان كل المعاينات اللي جات لي بعد كده عايزين نعمل حمام في الطرقه. اصلا يا جماعه مش مش هتنفع الموضوع. الموضوع مش مباح، الموضوع ليه ابعاد هندسيه بعد يعني. كده يبقى في البلكونه. الموقع ده كان ينفع ان انا اعمل فيه، فاستغليت الطرقه ان انا اعمل حمام، وخدت المطبخ والحمام فتحتهم على بعض عشان اكبر المطبخ. فواحد جاء مثلا الممر هو اللي بيدخل على الغرف، يقول لي عايز اعمل حمام في الطرقه. طب هتخش الغرف منين؟ ما مش نافع. يقول لي لا ما انت عملتها قبل كده، حاول بس فكر، ربنا هيكرمك. يا عم ما ينفعش اللي والله. عايز يتحدى المستحيل يا جماعه الباشمهندس، اللي عايز يسابق الزمن وسرعه البرق يقول له انا هتجوز بكره، الشقه في ايدك النهارده. لا بجد خلاص. والله فعلا دي حصلت. ناس عارفه الموضوع ده يا موجوده على البيج عندي، ومعروف بتاعت مين، بتاعت حد معروف يعني، بتاعت حد مشهور مش اتمنى ان من انت غير تكون مبسوط بالحمام اللي في الطرقه. مش عارفه بصراحه. الموضوع كان لذيذ يعني. لا تمام. طيب لو حاليا في الوقت الحالي قلت لحضرتك انسى انك مهندس وهدي لك امنيه واحده انك تكون حاجه غير المهندس، هتكون ايه يا هندسه حاجة غير حاليا؟ حاليا دلوقتي حاجة اه غير المهندس. انت خلاص بقى شفت بقى انا الهندسه وجربت كل حاجه. انا بدور على حاجة مريحة مش لاقي. مش مريحه؟ عارف، مفيش. مفيش. ما جاش على بالي السؤال ده قبل كده يعني. ممكن بالنسبة لي يبقى صعب كمان ليه؟ كشخصية. لا يعني انا اتعودت كل يوم لازم اقوم الصبح عندي شغل. ما ان انا اقوم الصبح ما عنديش شغل لا ده في دي سؤال هقول لك فيه، بتعمل هتبقى ايه في يوم صعبة. الاجازه؟ هو مفيش يوم اجازة، انا ما عنديش. ما عنديش يوم اجازة. طب لا الموضوع بجد ما عنديش يوم اجازه. او انا يعني انا ممكن اكون انا حطيت نفسي في الحته دي، بس ان انا بحب الشغل اكتر يعني. لسه بقول ان انا لا، ما فكره ان انا اقوم الصبح كده اقعد للظهر كده في البيت والجو ده، لا تحصلش خالص؟ لا خالص؟ خالص، ولا في العيد. ولا في العيد؟ والله ولا في العيد. مين اللي بيشتغل في العيد يا هندسه؟ لا مش شرط ان انا انا عندي حاجات تانية على فكره غير الديكور يعني. طب عندي ما شغل تقولي، تاني غير ده الديكور. سر؟ لا مش سر، طب بس قول لي. عندي شغل تاني يعني. لسه ماشي مؤخرا يعني ممكن نجيب اخر حاجه يعني، فاتح مطعم كده. تمام. فده ما في العيد شغال عادي، ما فيش فاهمه مشكله. حضرتك. فاللي هو بيبقى عندي شغل تاني مش شرط شغل الشركه يعني. بس هو فكره ان انا حابب ان انا ابقى في الشغل كل يوم. حابب. الموضوع تعب وكده، بس انا حابب ان انا ابقى، ان انا مش من النوع اللي يعني بقعد في مكتب. مم. يعني انا مش بتاع مكتب، مش بتاع بقى ان انا بقى شركه وموظفين وبتاع. كل ده موجود، بس انا ما بقعدش في مكتب. لازم الف على اي سايت شغال فيه، ده لازم حلو قوي. بلف عليه بنفسي وبباشر الشغل بنفسي. مش قله ثقه في الناس اللي شغالين معايا. الناس اللي شغالين معايا الحمد لله رب العالمين من اكفأ الناس اللي موجوده في السوق. وتفكيرهم ودماغهم كويس جدا يعني. وانا بختارهم بالواحده يعني. مش كده مش يعني. بايلك. لا ناس كويسه جدا، بس انا ما ببقاش مرتاح الا لما ببقى شايف كل حاجه بعيد تمام. وبتابع شغلي بنفسي. فده بالنسبه لي لا يعني ايه. ممكن بقى ايه ان انا ممكن في وقت معين ابقى بقول مثلا نفسي بكره انام شويه ما اقومش بدري. وابقى مهيئ الظروف لكده، ان انا مثلا هنزل مثلا بدل ما بنزل 8 ولا 9 انا هنزل مثلا 11. تمام. الساعه 6 الاقيني صاحي وعايز انزل. ده بقى ايه اسمه؟ جلد الذات. انت يعني بتجلد ذاتك. اليوم ده انا وكله تمام، ما حدش يتعطل اه عليا يعني. عندي استعداد ان انا ايوه. اقعد. تلاقي خلاص النوم راح الساعه 6 الصبح. مم. هتنزل يعني هتنزل، تحس ان الموضوع مش راكب. القدر مش عاجبه يعني. خلاص مش عايز. هتنزل يعني هتنزل. طيب ايه مثلا لو قلت لك حاجه نفسك تحققها بعيدا عن الشغل؟ مم. بلد نفسك تزورها، حاجه نفسك تجربه تاخدها بس حاسس اللي هو لا مش هجازف واعمل ده؟ ممكن تجربة مثلا. إيه يعني ممكن مثلا بعيد عن الشغل ولا في لا بعيد الشغل؟ عن الشغل. بعيد عن الشغل يعني ممكن مثلا في مكان معين، مثلا في بلد بره مصر مثلا. ممكن افتح مثلا محل ورد. وارد. اه
اقعد حلو. كده في طب ما لقينا حاجه هي تريحك اهو شغل. واقعد كده، ما هو شغل برضه، بس يعني تبقى بقى انتظروا الباشمهندس في محل الورد ده اعلان. باريس بقى عند برج ايفل كده، واقعد في طب الطراوه. لقينا شغل اهو غير طراوه الهندسه. كده. طب ده بعيد وبلد، عن الشغل يعني. يعني اخترت الشغلانه واخترت البلد. يعني حاجه زي كده بالنسبه لي هتبقى تمام. حلو جدا. طيب مهندس الديكور لما بيجي يتجوز مين اللي مم. بيعمل له الديكور؟ سؤال بقى بجد انا جاوبت في الاول على فكره، بجد. احنا ما عندناش ديكور. ابيض في ابيض. ده كمان في الجواز، لا والعروسه ابيض في ابيض مفيش، مش ما في هو مستشفى احنا. لا، بطبيعه الحال هو خلاص إن الواحد اكتفى فعليا، يعني اي حاجه بالنسبه لي ممكن تبقى دوشه وزحمه كنفسيا، لكن كعميل انا بحقق له اللي هو عايزه، بس انا كنفسيا كشخص فكره، عارفه اللي هو ايه، مثلا لو حد مثلا شغال شيف مثلا في مطعم، فتلاقيه مثلا لما بيجي ياكل يطلع يجيب فول وفلافل، مع انه قدامه دي اللحمه حقيقه، والفراخ ومش عارف ايه، بس هو زهقان من دي الكلام ده، حقيقه صح. مش اما بتعملوا اكل كده في البيت حتى ما بياكلهوش، لكن بيحب دايما ايه، لا انا عايز اطلع بره اللي انا فيه. دي فهو بطبيعه الحال احنا يعني عايز في حد هيموت ويشوف شقتي، يعني حد بلوجر معروف كل ما يشوفني يقول لي انا نفسي اشوف شقتك عامله ايوه دي ازاي. حقيقه، بس احنا كنت هندي نصيحه اتعاملت بقى. معاه اي يعني. بنت هترتبط بمهندس ديكور خديها مني، اديكي عرفتي. مم. لا ابيض ابيض. مستشفى، فانت هيحقق للناس كلها ابيض. ما عدا انت، لازم تبقي لا بتحبيه قوي. ابيض، كل حاجه لون واحد جت عند مراتك ولا؟ ابيض كله زي الفل. ماشي. طيب مين حد مشهور مم. اشتغلت معاه بعدين بقيتوا اصحاب وارتحت معاه قوي في الشغل؟ بس هو مش حد، أنا الحمد لله اي حد اشتغلت معاه مشهور او الحمد لله. مشهور، يعني مشهور او غير مشهور هم اصحابي. انا بطلع الشغل من علاقه الند بالند، وان احنا عمل وكده، ان الموضوع بيبقى فريندلي اكتر، وان احنا عيله وكده نقدر نتعاون مع بعض ونقدر نساعد بعض، يعني ايه الموضوع بيبقى بالعاميه اكتر. تمام. فده بيقرب وجهات النظر وبيقرب المسافات ما بين، يعني ما ما بيننا بين وما بين بعض. العملاء. اوكي. فكلهم عامه بالنسبه لي اخوات وصحاب، والدنيا تمام، وبنتصل ببعض وبنقابل بعض وبيجوا لي وبروح لهم، لما فتحت المشروع بتاعي الناس كلها جات لي الدنيا تمام بالنسبه لي. فحته ان انا حد معين يعني ايوه ايوه. والباقي لا، انا كله لا بالنسبه ما لي. اقصدش، بس في ناس يعني بتقول انا مثلا فلان وفلان صحابي، بس فلان قريب مني قوي بعد الشغل. إيه، مش عارف، ممكن تبقى مش في شخصيتي ان انا بقرب حتى قوي من مم. حد. ايوه. بس على مستوى بره، يعني بره المعامله، بس في العادي لا، انا الناس كلها بتعامل معاها ممكن فريندلي. كاقرب ما يكون، ده حلو قوي. بس انا كقريب من حد ان هو اقول ده قريب ليا بعيد عن الشغل لا. بس لا عادي نورمال خالص، كلهم بلا استثناء، مفيش حد الحمد لله بشتغل معاه الا هو معاه رقم تليفوني، بره مصر جوه مصر بنتصل ببعض، بنتواصل مع بعض كمشاهير، كلهم اي حد اشتغلت معاه هو تمام. صديق ليا وانا صديق ليه، بنساعد بعض بره الشغل لو في اي مشكله ومفيش اي حاجه. تمام. حضرتك اشتهرت بقى بلقب مهندس المشاهير، مين اللي اطلق اللقب ده واحساسك ايه بقى؟ وانا مش عارف مين اللي اطلق اللقب احنا عايزين نعرف دلوقتي مين اللي اطلقه. انا اتفاجئت بيه بجد سؤال يعني، الحلقه. بجد والله انا مش عارف مين اللي اطلق اللقب ده. انا اتفاجئت مع يعني كان في وقت كده برامج كتير وطلعت في كذا قناه وكده، فهو لقيت ان هو الموضوع كنت عامل كذا موقع لكذا حد، والحمد لله كان كلهم يعني الحمد طالعين لله. ترند، وكان الموضوع مسمع، فبدأ في كذا قناه استضافتني يعني ان انا اعمل لقاءات وكده، فلقيت ان هو في المقدمه بيتقال مهندس المشاهير، مهندس المشاهير، على اساس ان انا اشتغلت مع اكتر اه من حد مشهور او حد معروف وكده، فجاء اللقب من هنا، بس مين اللي طلعه بالظبط بجد مش فاكر، بس هو جه كده. بجد اللي هيعرف مين اللي اطلق على الباشمهندس لقب مهندس المشاهير استاذ عماد مسؤول الحلقه هيديله جايزه بالنيابه عنه. هيطلع استاذ عماد. دبسنا استاذ عماد. هيطلع استاذ عماد. هو الموضوع جه كده يعني بمحض الصدفه، انا اتفاجئت ان أو. الاسم ده طلع وانتشر، مع طبعا الشغل، والحمد لله يعني ربنا كان بيوفق ان انا يعني بعمل في كل سايت بخشه بعمل حاجه جديده. تمام. وده مش عند الناس كلها، تمام. العميل بس اللي بيبقى مديني فرصه لده، مم. يعني مش كل العملاء بتبقى سايبه الدنيا 100%، يعني في عميل بيبقى جاي هو مظبط امور معينه او مظبط حته معينه عايز يتحط فيها، في عميل تاني بيجي يقول لي لا يا باشا بص مفتاحه واتصرف، اعمل لي الديزاين يعني عيش حياتك، انا عايز اعمل حاجه كذا. وحته ان انا بشتغل مع مشاهير خلت عندي ان مثلا لما باجي اعمل عند حد شغل طبعا بيتشير وبيتعرف، لما بروح اعمل عند حد تاني شغل
بيبقى هو مش حابب اصلا، حتى لو هو ما قالش، بس هو مش م- حابب حاجه اتعملت عند اللي قبل كده، عشان ما مظبوط. يتقالش ان انا قلدته مثلا، او ما يتقالش ان انا عملت زي فلان. فانا محتاج اعمل حاجه جديده، بحكم برضو شغله ان هو مثلا بيشير م- الكلام ده كله. لا انا محتاج اعمل حاجه جديده. م- فدي خلت عندي برضو او نمت عندي حته ان انا ما بحبش التكرار، م- ان انا لازم افكر في حاجه جديده، ولازم انزلها واشيرها. فالحمد لله ما فيش حاجه عملتها ما كانتش موفقه، بعد تمام. توفيق ربنا اكيد طبعا، ربنا اكيد. كرم. طيب مين اللي لو ريح المهندس الامور بتبقى ماشيه بشكل احسن، يعني العميل ولا الناس اللي معاه، الكاست اللي معاه؟ لا بصي، بالنسبه لي لو كمود عمل، من الاول المهندس اللي بيختار الكاست اللي معاه. تمام. فلو انت اخترت حد بيتعبك، انت عمرك ما هتنجح معاه ولا هو هينجح معاه. تمام. فدي بيتهيألي بنسبه كبيره مش هتبقى موجوده م- كبوزيشن، ان انا بجيب حد بحطه في بوزيشن معين، فالمفروض ان هو بيريحني. تمام. فدي ما اعتقدش ان في حد في المجال عموما او في السوق عامه حاطط تحت منه حد او مشغل حد معاه مش مرتاح له او مش مريحه. فدي مستبعده كشغل بقى، ان انا الشغل يطلع لا مريح اكتر، وان انا ابقى مرتاح وانا شغال. فالكلاينت، م- في كلاينت نشتغل معاه لا ممكن بيبقى قافل الزون قوي وهو ده. م- طب انا شايف ده هندسيا ما ينفعش، طب بحاول ان انا اقرب له الموضوع من كذا اتجاه، لا هو ده. م. فهو مصر على ده، فايا كان الظروف هو ده. تعامل معاك انك المصباح السحري. هو ده بصرف النظر هيتحقق ولا لا، او صح ولا غلط، هو ده. في بعض المواقع بسيب مواقع بسبب كده، يعني بلاقي ناس مصرة على حاجة وانا شايف الحاجة دي غلط، وشمال يمين هو مش جاي معاه، وانا متأكد ان هي غلط. فبقول له انا يعني بتنحى وبسيب طب هو ليه جايب مهندس ديكور؟ ما هو دي اللي احنا بنتكلم فيها بقى، إن التخصص ليه دور. انا م- ممكن اوفر لك بدايل، م- يعني ممكن ده مش نافع، ممكن اوفر لك بديل، البديل مش نافع اوفر لك بديل. بس ممكن حاجه هي فعلا مش هتنفع، يعني غلط. يعني في موقع معين كنت شغال في مكان، واختلفت مع العميل ان هو مثلا كان مكان كبير وعايز يركب بورسلين، وعايز يركبه بمونه مثلا بقى اسمنت ورمله. م- هندسيا البورسلين ما بيركبش بقى اسمنت ورمله، لازم بيركب ماده لزق. اصلي مش عارف فلان ركبه وبقى له 5 سنين عنده ما حصلوش حاجه اصلا. قلت له مش دعوه بالناس دي، كل موقع ليه ظروفه. انا بالنسبه لي هندسيا ده مش هينفع. تناقشنا في الموضوع مره واتنين، وفي الاخر قلت له والله لو الموضوع حكم ان انا مش هكمل الشغل ودي اتعمل بشكل صحيح، مش هكمل الشغل. وفعلا سبت الموقع. طيب. فده من ضمن المواقف الثابته على موضوع معين، بس كانت حاجه هندسيه. هي لو اتعملت كده غلط، وفي الاخر لو انا قعدت مثلا والشغل بتاعه باظ وجاب ناس وهتقعد الناس تحكم عليا، اكيد. هيقول لي هو عميل ما يعرفش هو جابك ليه. صح. كنت انت اقول له مش هينفع، اكيد صح. هو اصر على رايه يقول له مش هينفع، ما كنتش اشتغلت. فاخدت اتجاه الصح، ان انا مش هشتغل حاجه اكيد. وانا عارف ان هي غلط وهتبوظ صح. بعد فتره معينه، مش هتبوظ. فده بيبقى متعب جدا بالنسبه لنا في الموضوع. في الفهم مع العميل، ان هو يعني يدي مساحه اه، عايزين ندي نصايح للمتخصص. للعملاء، ايه النصايح اللي ممكن تقدمها؟ ده بيسهل عليكم الموضوع وهو كمان يكون راضي وحضرتك تكون مرتاح. هي اول حاجه لازم يبقى زي ما قلنا، يعني ينشأ جو ما بين العميل وما بين الشخص اللي هو اختاره عشان يشتغل معاه. الجو ده يسمح له ان هو يعني ايه يتكلم بكل اريحيه، ويسمح له ان هو فعلا يقول ذوقه، ان العميل مش فاهم. مم. يعني انا مثلا في عميل بيجي يكلمني مثلا، بص انا عايز اعمل شقه كلاسيك ملهاش حل. هو بالنسبه له كلمه كلاسيك دي مم. حاجه فخمه، يعني قوي. حاجه حلوه. اعمل لي لكن كلاسيك ده المود ده ليه تفاصيل معينه، اصلا ممكن اصلا تبقى هو مش متناسبه مع نفسيته. مع نفسيته، بس هو يعني الكلمه عجباه. هندسيا كلاسيك ده مود مم. ليه تفاصيل معينه وحيثيات معينه بنمشي عليها عشان خاطر اوصل ان انا اعمل مود كلاسيك. زي المود المودرن مثلا ده مود. فكلمه كلاسيك الناس اخده عليها انها حاجه حلوه بالعاميه يعني. انا ايوه. عايز اعمل حاجه بقى، بص عايز اعمل حاجه كلاسيك كده ملهاش حل. فحاجه كلاسيك بالنسبه له غير حاجه، يعني غير حاجه كلاسيك بالنسبه لي انا، حاجه ايوه كلاسيك اكيد بالنسبه لي انا اكيد. رايح في حته تانية. ايوه. فباجي اوري له انت عايز حاجه زي كده، يقول لي لا يا عم ده زحمه خالص، انا عايز حاجه ابسط من كده، عايز حاجه شيك. طب ما انت اللي قلت. هو مش فاهم فده عشان كده بتكلم ان يبقى في مساحه، اه. ان انت تقدر تقرب للموضوع، ما يبقاش الموضوع ايه فورمال قوي، لا يبقى الموضوع فعليا. بالعاميه اكتر. وابدا يبقى في نماذج بعرضها على العميل، وابدا اسمع. طالما انا جايب حد متخصص لازم اسمع، صح. مش عايز افرض رايي. انا في شغلي انا بحب اسمع اصلا من العميل الاول. يعني تمام. لما بروح مثلا سايت بعمل معاينه، او بيجي عميل يعمل معايا ميتنج مثلا عشان يعمل بيت ولا حاجه، بحب اسمع. إيه طب انت حابب ايه، طب انتوا كام فرد، طب مم. انت بيجي لك ضيوف كتير، ما مم. بيجيلكش ضيوف خالص، بتسافر، مقيم في مصر، شغلك ايه، بتشتغل كام ساعه في اليوم. كل دي حيثيات عندي بتديني داتا معينه، ببدا اطلع بيها مشروع ناجح. ناجح لمين؟ مش ناجح لعامه الناس، ناجح للشخص ده. المشروع ده هو لو الشخص ده ما قعدش فيه
وحد تاني جه اشتراه قبل ما هو يقعد فيه، هيكسره وهيبنيه تاني من اول وجديد على حاجه تناسبه، تناسب شخصيته. ده اتعمل بتقسيم وبمساحه وبهيكله معينه مناسبه لشخص معين هندسيا. فالشخص ده لما يخش هيبقى فيه راحه نفسيه. ممكن شخص تاني بيخش نفس المكان مش مرتاح نفسيا، مش ملائم لتفاصيل حياتي، مش ملائم لطبيعتي، مش ملائم لذوقي الخاص، تمام. فمش هعرف اعيش فيه، اضطر اشيل ده واعمل ريديزاين من اول وجديد، وابدا ان انا مظبوط. احدث في البيت ده تاني عشان اوصل لمرحله معينه تناسب شخصيتي. كل شخص ليه شخصيته. انا اشتغلت في مكان مثلا عند ناس قبل كده مثلا، كانت اسره، وكان يعني كان عريس وعروسه وده ليه يعني اهلها واهل العريس، وكل شخص في المنظومه ليه راي وكل شخص ليه دور. يعني والله الجوازه كانت هتتفشكل قدامي بسبب لون غرفه النوم، بجد والله العظيم. ووصلوا الموضوع ان كان هيبقى في طلاق، كاتبين كتابهم وخلاص احنا واصلين فينش بندي اللون الاخير. والمشكله كانت ان اللي هو مش عارف كان العروسه جايبه عايزه غرفه الخشب يعني الاساس اسود، وام العريس عايزاها بني شوكولاته. ما يا جماعه ما الاثنين اسود منيل مال يعني ام العريس بغرفه النوم يا جماعه؟ يعني الاثنين غامقين، القصد ان الاثنين غامقين، مش بقارن ما بين ابيض واسود مثلا او حاجه، لا هي دي عايزه بني شوكولاته فنعمل الاوضه مثلا بادي روز، والتانية عايزه اسود فنعمل الاوضه اعملهم نص جراي. ونص يا هندسه. فالمشكله كانت قايمه من هنا، ان يعني انت ليه عايزه تجيبي اسود، ليه عايزه تسوديها عليه. ودخلنا في جو بقى ايه احنا نجيب محكمه الاسره، انتوا مش عايزين مهندس والله ديكور. كنت قاعد بحل، سبت بقى الشغل وكنت قاعد بقرب. خلاص يا جماعه، ولا نعمل ده ولا نعمل ده، ونعمل حاجه ثالثه يعني، ممكن نعمل اوف وايت هيمشي مع اي حاجه وبتاع. كنت بحل الموضوع بشكل عملي ايوه اكتر. ايوه بس يعني اللي عايز اوصله ان الاذواق بتختلف. مختلفه. اه فعادي ممكن تبقى عيله، العيله اب وام وابناء وكل واحد ليه ذوق. صح. ده الولد عايز حاجه غامقه لكن الام عايزه فواتح، البنت عايزه حاجه متدلعه شويه لكن الاب عايز حاجه، مش كل واحد ليه ذوق. وممكن عيله بتبقى متحده عارفه هي عايزه تعمل ده ما ايه، بيحصلش يعني. يعني اقليه بس. اه في الاخر الامور بتبدا تتبسط وتتهندل لو انت مع حد محترف. يعني لو انت شغال او مختار حد صح محترف، صح بيبدا يهندل لك الامور اللي هي هندسيا تطلع مظبوطه وفي نفس الوقت مناسبه للذوق مظبوط. اللي انت شغال فيه. لما بينزل شغل معين في ناس بتبقى مش قابلاه اه كعامه الناس، وده طبيعي. يقول لك مثلا لا ده كذا، انا شايفه الدنيا زحمه شويه، شايفه الدنيا هاديه خالص، انا كان المفروض نعمل كذا، كان المفروض ما نعملش كذا. دي مظبوط اذواق بالنسبه لي، انا اتحاسب على الخدمي، صح. لكن الذوق راجع للشخص اللي هيقعد في قلب المكان. يعني انا دايما بشوف ان الشغلانه بتاعتكم دي بتكون عايزه دايما في الجوازات تحديدا يكون حاضر مأذون احتياطي ممكن اكيد تتفشكل، اساسي. محامي عشان لو حد ضرب حد، اسعاف. لا والله كتير كتير بجد حصل مشاكل من النوع انا ده طب كتير ايه اغرب جدا. مشكله حصلت يعني المشكله دي بالفعل دي؟ بالنسبه لي كانت مشكله غريبه. لا في مشاكل تانية كتير حصلت. يعني انا كنت في بيت، ده كان من فتره يعني، وكان لسه طالع موضوع الجيبسيون بورد ده بقى ايه. كان مكسر الدنيا. ما كانش بقى زي دلوقتي بيتعمل فلات اه وكده. كان الموضوع بالنسبه للناس ايه، كان بقى في دواير عارفه وبيت كان نور نفسي اعملها ورسومات قوي. وشغل وبتاع. كان الموضوع اول ما نزل كان فيه بهرجه اوفر يعني، فكانت الناس كلها بتعمل قلب ديسكو. كله. فالعميل بيحب الاضاءه بشكل مبالغ فيه، مم. بشكل مبالغ فيه. كل يعني عنده الجبس والاضاءه دي. فاجي ده كده كتير يقول لي انت مشكلتك ايه، فلوس؟ اعمله، انا ما عايز كانش اعمله. فيه عداد يا هندسه. والله بجد كان يقول لي كده، انت مشكلتك ايه، فلوس، اعمله. ايوه مشكلتك ايه؟ لدرجه ان احنا كنا عاملين مثلا ده كده يعني. لا انا بحب الاضاءه، ما بحبش البيت الضلمه. كتر اه سبوتات كتير يا كتر، انا عايز. طب هي فكنا فعلا من الاضاءه بعد بتغير اللون؟ بعد كم الاضاءه دي كلها اصلا، اه واحنا كنا عاملين اضاءه في الارض واضاءه في الحيطه واضاءه في اضاءه في الارض السقف. ليه؟ والله كنا عاملين بلاطات في الارض فيها سيكوريت مضيء مش هيسيقوا؟ بيدي اضاءه وكده. هي معموله كده، هو عايز كده يعني، جايب نماذج وانا عايز كده. جت بعد كل ده ام العروسه تقول له انت مش مركب نجف ليه، هو في عروسه بتتجوز من غير نجف؟ قلت لها ازاي بقى، ازاي احط لك فين النجف؟ هم لو اتزنقوا يفتحوا كباريه والموضوع بقى. كان مشكله كبيره على فكره. ايوه والله كان مشكله كبيره. العروسه اصلا العروسه مش عايزه تتجوز البنت الا بالنجف. عرض قباني ب 199 جنيه، الموضوع هيتحل يا جماعه، ما لو فيش بعد انا كده. بقيت واقف مذهول يعني. كل ده احنا في فرح، انت احنا في فرح احنا في فعلا. فرح ده نجف ايه يعني؟ بس هي لازم العروسه تتجوز بالنجف، زي ما فكره النيش كده، بنت خالتها. زي ثقافه النيش، فاهم انت؟ ثقافه لازم النيش. يبقى فيه نيش، هنحط فيه ايه مش مشكله بس لازم يبقى فيه نيش. بقيتوا دلوقتي تقدروا من خلال الديكور نعمل، شفت ناس عامله نيش في الحيطه انا اللي عامله برضو. وربنا. الحمد لله ضمنت النيش اللي في الحيطه انا اللي والخصم. الحمد لله انا اللي كان طالع بجد ترند يعني. الحمد جدا. لله ده كنت عامله عند حد برضو من الناس المعروفه وكده، اللي هو النيش البلت ان ده. اه فكان فكرتي يعني الحمد لله بجد.
قاعده وضرب بعمل حلقه مع مهندس المشاهير ومهندس المط ضرب في الحمد في لله. الحيطه، انا محظوظه النهارده. فكنت حابب اغير فكره النيش اللي هو التقليدي يعني، اه، فعملت فكره النيش البلت ان وعاملينه في ده. المطبخ برضو نجحت دلوقتي جدا، الفكره دي برضو. اللي هو بيبقى يونت في المطبخ كده، ما بيبقاش اه، نيش، بيبقى يونت كده بحط فيها الكاسات والحاجات دي. بس حلو برضو. وانا عامه في شغلي بحب اليونت دي حتى لو في نيش بره، يعني ليه؟ ان عمليا لو في مثلا عروسه متجوزه او حد وفي ضيوف بره، صح. فبتطلع النيش تجيب كاسات وتخش قدام الناس، محرج ليها ومحرج للناس، للشخص اللي قاعد، ان انا اه، قاعد وحد يخش يجيب كاس، مش بس حلو. مش غلط في يبقى عندي المطبخ. حاجه، لا هي بتبقى يونت صغيره كده مثلا بحط فيها الحاجات اللي انا بستخدمها يوميا. تمام. النيش ده بقى ده معروف ان هو ما بيتفتحش، ده عهده يعني، ما ده عند كل عهده الناس ممضي عليه. اصلا، ده معروفه يا ده جماعه. الحاجه محطوطه فيه مقفول ما بيتفتحش، عهده ممضي بس عليها. احنا الجيل بتاعنا كسر القاعده دي. لا الموضوع اه، اختلف كتير فعلا الفترة الأخيرة، الموضوع بتاع النيش يعني بدأت الناس فعليا تقتنع إن احنا نكتفي بالمطلوب. صح، ودي ممكن تبقى رسالة من خلال بالظبط. المحتوى، إن لا يعني الفرش، الناس مثلا من ضمن المشاكل مساحة مثلا صغيرة، الأفضل ليها إن أنا مثلا ما أجيبش طقم كامل، أجيب قطع. فلا ام العروسه لازم الانتريه كامل، انا بنتي مش هتتجوز يعني ما هو ما اجيبه كرسي. الغوا الامهات. ايوه الكرسي يتحط فين مش مشكله، يتحط في البلكونه بس لازم يجي، ما هو ملوش مكان لازم يجي. لازم يجي. هو كده بقى. لا مؤخرا بدات ان فعلا الناس بدا يبقى في ثقافه، ان الناس بدات تعتمد ان يبقى قطع، والقطعه اللي انا محتاجها اجيبها والقطعه اللي انا مش محتاجها ما اجيبهاش. في ناس اه، كتير بتجيب سفره ما بتاخدش عليها، وبعد ما ربنا يكرمه مثلا يبقى عنده ولد او حاجه محتاج يستغل المساحه، يبيع السفره عشان يجيب اوضه اطفال. ايوه، طب ما الاول ما تجيب اوضه اطفال. دي حقيقه. فده دي يعني قديما ما كانتش الثقافه دي موجوده، مم. بس حديثا لا بالفعل مع وجود كمان في السوق يعني مهندسين كتير شاطرين، وبداوا يبقى في سوشيال ميديا، والناس بقت بتشوف وتتابع والكلام ده كله، بدا بالفعل الناس يعني تاخد الموضوع في حيز الجديه، ان انا مش شرط ان انا ايوه، اجيب قطع كامله، انا اكتفي بس باللي المساحه عندي تقدر صح. تشيله، واقدر اتحرك في بيتي وانا مرتاح. يعني السوشيال ميديا دلوقتي كانت إيجابية في موضوع الديكور وفادته أكتر ولا لأ؟ في اجزاء معينه ايجابيه جدا. السؤال ده عندي أنا شخصيا وعند كل الناس المصريين كلها أكيد هتستنى السؤال ده، بورسلين ولا سيراميك؟ تيجي بقى ندي محاضرة على فكرة، ما يا اتفقناش على كده. مش هتطلع من هنا هندسة ويا دكتورة، ما خلاص بقى خدنا ماجستير. ما اتفقناش على كده. عايزين نحط له حل في الحلقة دي. بالنسبة لي أنا باركيه. ده بالنسبة لي أنا، فض الخناقة. ولا بورسلين ولا سيراميك، بالنسبة لي أنا باركيه. باركيه ليه؟ باركيه مش يعني في باركيه ليه طريقة تركيب معينة، اللي هو المسمار القديم بتاع زمان، اه، ده عملي جدا وصحي وكده، واللي عاش على الباركيه ما بيعرفش يعيش على بس بورسلين ولا بيقولوا سيراميك. المية بتبوظه. ما هو المايه بتبوظ أي حاجة، مم. المايه بتبوظ الحديد، فمش المايه اللي بتبوظه، سوء الاستخدام اللي بيبوظه، انا تمام، بستخدم المايه غلط فببوظ الباركيه. تمام. بس هي المايه مش المايه مش تيجي على الباركيه لوحدها، مم. فهو بالنسبه لي سوء استخدام. ما هي المايه بتبوظ البورسلين وبتعمل رطوبه على الحيطه، يعني ممكن مايه رشح يبوظ البورسلين وطلع تمام، والدنيا باظت. فهو الموضوع مش في المايه، الموضوع في سوء الاستخدام. تمام. فكماتيريال صحي وعملي واحسن حاجه، لا باركيه. باركيه مسمار، مش باركيه رزق ولا باركيه صناعي ولا الكلام ده كله، باركيه مسمار. بس ده طبعا ليه كوست تكلفه. مم. مقارنه بالبورسلين او بالرخام، الثلاثه يعتبروا ايه يعني حته واحده. مم. بس العملي اكتر فيهم، لو انا هقول بورسلين ولا باركيه، لا انا هشتغل باركيه. عملي اكتر، صحي اكتر، الطبيعه احسن حاجه بتعيش مع البني ادم، والطبيعه احسن حاجه صح. بتاثر في البني ادم. ده جواب للاحسن او للافضل. انما للعملي او يعني مين عملي في البورسلين ولا السيراميك اكتر، بيعتمد على التركيب. اللي ركب لو ركب صح ده يعيش وده يعيش. تمام. الفيصل هنا بيبقى فين؟ في كوست التكلفه، في البادجت. البادجت بقى هل مناسب ان انا اجيب بورسلين، تكلفته وطريقه تركيبه والحاجات اللي محتاجها عشان اركب بيها والكلام ده كله، هل البادجت مناسبه؟ لا مش مناسبه، ببدا اشوف حلول بديله زي مثلا بورسلين سيراميك ليزر كات. مم. بيركب بنفس الطريقه وبنفس الشكل، يعني مش بيديني نفس اللمعه طبعا ولا نفس الكواليتي ولا تمام. نفس الابعاد بتاعه البلاطه اللي بتبقى موجوده في البورسلين، بس بيبقى الموضوع اقرب شويه نوعا ما. تمام. وطريقه تركيبه معروفه جدا، الناس كلها ممكن تركبه، يعني ما فيهوش حاجه حرفيه قوي في الصنعه او اصول معينه ممكن اتبعها الا اصول الصناعه الاساسيه المعروفه. تمام. لكن البورسلين لا، ليه طريقه تركيب معينه، وفي ناس بتحيد عن طريقه التركيب دي، فالموضوع بيبقى بيدي كده هاجس عند الناس ان البورسلين بيبوظ وان ملوش عمر والكلام ده كله. لا هو تركب غلط، تمام. لو تركب صح هيعيش. هيعيش.
فضينا الخناقه من خلال الحلقه، تمام احنا كده. بس طيب نعمل باركيه بنعمل باركيه، ولا ده ولا ده ولا اهلي ولا بس زمالك، احسن خلاص. حاجه. طيب حضرتك على طول مثلا انا بشوف ان ده الدكاتره اللي هي بتاعه التنميه البشريه والحاجات دي، فبحسه كلام. بس مم. بيقولك دايما ايه، الجو بتاع البيت والديكور بتاع البيت بياخد من طاقه الشخص، او ممكن يخلي الشخص عصبي، ممكن يخلي الشخص هادي. انا عن نفسي مش مقتنعه. مم. لا لا، هو الكلام ده صح 100%. هو صح. اي حاجه عامه، اي حاجه بتنعكس على طبيعه البني ادم. لو ميوزك صوت بينعكس على طبيعه البني ادم، لو حاجه شايفها بعيني بتنعكس على طبيعه البني ادم، لو حاجه زي الديكور حاجه بعيش معاها يوميا بتنعكس على طبيعه البني يخليه ادم. عصبي. يخليه عصبي. يعني لو انا في مكان مثلا تكني كولر وحاجات زحمه كتير واضاءه ملونه والوان غامقه والوان فاتحه تلاقي الشخص اللي قاعد في المكان ده دايما عصبي، مش مستقر نفسيا. اي حد يعدي جنب منه يزعق ويتنرفز ويتعصب. على النقيض مثلا لو مكان الوان كلها محايده، الوان فاتحه، الفرش كله ماشي بمود واحد بترتيب واحد، بتلاقي اللي قاعد عامه هادي. يعني صعب ان هو يستثار، صعب ان هو اهو. حاجه تاثر فيه. زي مثلا موضوع الميوزك، لو حد مثلا قاعد بيسمع موسيقى مثلا شعبي شويه، تلاقيه مثلا ممكن لو بيسوق تلاقيه انفعل في السواقه وغرز ويلا والدنيا. لكن لو بيسمع مثلا ميوزك هاديه وهو ماشي تلاقيه لا ماشي كده مستقر وهادي، فهي انعكست عليه. ال... يعني موضوع ان في سويسرا بيسمعوا البقر موسيقى ده بجد. انا خليت القطه اختارت الالوان. الموضوع كده انا كده يعني انا بشكرك جدا بجد، انا مستمتعه جدا بالحلقه، الوقت عدى بجد بسرعه قوي 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 انا قوي. اكتر والله. حقيقي حقيقي اتبسطت جدا، واتمنى نكون فدناكوا، كانت حلقه خفيفه، وان احنا ما نكونوش ضيوف تقال جدا جدا خالص. احنا اكيد دمنا خفيف طبعا انا والدكتور. لا اكيد. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه تانية مع ضيف جديد. باي.